بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. وفي الفيديو ده هتكلم مع حضراتكم عن أهم المعلومات عن النيزابيكس شامبو عشان تستخدمه بطريقة صحيحة. طبعا النيزابيكس شامبو من الشامبوهات المنتشرة في علاج القشرة والتهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس وتأثير الحكة بتاعتها، لكن في بعض الناس بتستخدمه بطريقة خاطئة. سواء كان الخطأ ده في أي بند من البنود اللي هقولها لحضراتكم، يعني في عدد المرات بتاعته، عدد المرات للوقاية، عدد المرات للعلاج، الأدوية اللي بتستخدم مع النيزابيكس ممكن تأثر على امتصاصه. ففي بعض الناس بتخطئ في هذه المعلومات، وبالتالي الشامبو مش بيجيب نتيجة معاهم. فبيقول لك مثلا ده ما جابش النتيجة الكويسة، أو ما جابش نتيجة معايا، أو ما عادش زي الأول. فدي بعض المعلومات هختصرها لحضراتكم في دقائق عن النيزابيكس شامبو. ودي كوباية الشاي بتاعتي، اتفضلوا شاي معاي. يا ريت يعني نستمع أو نشاهد الفيديو بتركيز، لأن المعلومات مهمة جدا، وهي بسيطة، تبان إنها بسيطة جدا، ولكن لو ما تمتش على الطريقة الصحيحة فده بيأثر على الفاعلية بتاعة النيزابيكس، أو بيأثر على حاجات تاني في الصحة العامة أو الصحة بصفة عامة للشخص اللي هيستخدم النيزابيكس. فقبل ما نبدأ، أتمنى لو حضرتك أو حضرتك ما كنتش لسه اشتركت في القناة تدعمنا بالاشتراك في القناة. ده دعم لينا يعني، رجاء وليس فرضا. هنتكلم على الأخطاء أو على أهم المعلومات بتاعة النيزابيكس. أول حاجة من ناحية عدد المرات بتاعة الاستخدام، كم مرة في الأسبوع؟ هل كل الحالات نفس عدد المرات؟ بعد التعافي أو للوقاية عشان العدوى ما ترجعش تاني، أستخدمه كم مرة؟ دي نقطة هنتكلم فيها. النقطة التانية، إيه الأدوية اللي ما ينفعش أستخدمها مع النيزابيكس؟ طبعا يخيل لأي حد عشان هو حاجة موضوعية، فبالتالي آمن، زي الحاجات اللي هي مشهورة عن أي حاجة. كريم، يعني ناس كتير متوقعة أو بتتخيل إن طالما الحاجة موضعية فبالتالي آمنة وملهاش احتياطات. تمام، لا، ده في بعض الأدوية اللي ممكن تؤثر بشكل كبير على فاعلية النيزابيكس، أو ما ينفعش أستخدمها وأنا بستخدم النيزابيكس، فبرضو هنقولها. برضو هنتكلم على الطريقة نفسها، يعني وانت بتستخدمه، أصلا انت بتستخدمه تحطه كام دقيقة على الشعر، مبلول ولا مش مبلول، تسيبه ينشف قد ايه، دي برضو هنتكلم عليها. فنبدأ أول حاجة بالنسبة لعدد المرات في الأسبوع. بالنسبة للقشرة والتهاب الرأس أو التهاب الجلد الدهني، التهاب الجلد الدهني اللي هي بتبقى القشور اللي في فروة الرأس أو في الأماكن الدهنية زي الأنف، و دي بنستخدمه من مرتين في الأسبوع، من أسبوعين إلى 4 أسابيع. يبقى للقشرة والتهاب الجلد الدهني بيتم استخدامه مرتين في الأسبوع، من أسبوعين ل4 أسابيع لشهر. تمام. لازم الاستمرار في الاستخدام مرة كل أسبوع لمنع تكرار العدوى، مرة كل أسبوع. بعد كده، بعد ما يتم التعافي لحد مدة مثلا شهر. وبالنسبة للسعفة المبرقشة، نوع من الأمراض اللي هنشرحه بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن الأمراض، لأن احنا هنا في قسم اعرف دوائك. الفيديوهات مقسمة زي ما حضراتكم شايفينها، اللي عن الأدوية واللي عن الأخطاء الطبية وتصحيحها، برضو دي سلسلة لوحدها، نجيب الخطأ الطبي ونتكلم عليه، كذلك لما هنتكلم عن كل مرض لحاله. فخلينا في اعرف دوائك وفي النيزابيكس
يبقى عرفنا بالنسبة لقشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني عدد المرات في الأسبوع مرتين. بنستمر على الاستخدام بتاعه من أسبوعين ل4، وعشان ما كررش العدوى يفضل نستخدمه كمان مرة في الأسبوع لحد شهر. تمام. بالنسبة للسعفة المبرقشة أو النخام المبرقشة يتم استخدامه مرة كل يوم لمدة 5 أيام. تمام. طيب في بعض المعلومات الهامة أو بعض الاحتياطات أو زي مثلا موانع الاستعمال. دي معلومة هامة جدا، إن أطفال أقل من 12 سنة ما ينفعش أستخدم لهم نيزابيكس. تمام. طيب ندخل على الأدوية اللي هي ما ينفعش أستخدمها أثناء ما أنا بستخدم النيزابيكس. تمام. الأدوية تحت الحموضة يا إما أستخدمه قبل أو بعد، لازم يكون فاصل زمني. تخيل لو أنت بتستخدم أدوية حموضة أو مضادات حموضة وهتستخدم النيزابيكس في نفس الوقت، مش هيتم امتصاص النيزابيكس أصلا، فبالتالي مش هيجيب نتيجة معاك. ما ينفعش نستخدمه مع الأدوية اللي هي بتأثر على الكبد زي الباراسيتامول اللي هو موجود في البنادول وموجود في أكثر من اسم تجاري، زي الدوليبران وزي البرامول وزي الستال وزي الأبيمول، لأن الأدوية دي استخدامها بكثرة بتأثر على الكبد. ومن الاحتياطات أصلا بتاعت النيزابيكس إنه هو ممكن يعني ما يفضلش استخدامه لو حد عنده مشكلة في الكبد. تمام. أيضا أدوية الانتصاب، أيضا أدوية الدهون الثلاثية زي اللوفاستاتين والسيمفاستاتين. تمام. طيب الطريقة نفسها ازاي بتاعة الاستخدام، يعني ازاي انت هتستخدم. أول حاجة بيتم غسل اليدين كويس جدا وتعقيمهم. كمان لازم شطف الشعر أو المنطقة المصابة من الجلد بالماء. يعني لازم أول حاجة استخدمه على حاجة عليها مية مش جافة أو مش ناشفة زي ما موجود في بعض اللهجات. تمام. هبدأ في رج عبوة الشامبو. بعد كده نحط كمية صغيرة على المنطقة المصابة. تمام. بعد كده يتم تدليك الكمية اللي احنا حطيناها على المنطقة المصابة دي لحد ما يعمل رغوة. بعد كده عمل الرغوة أسيبه من 3 دقايق ل5 دقايق أو 7 على الأكثر، ثم بعد كده يغسل بالماء. طبعا دي أهم المعلومات من ناحية طريقة الاستخدام، لكن برضو ممكن نتكلم عليه باستفاضة من ناحية الاحتياطات ومن ناحية هو بيعالج ايه وبيعمل ايه وشكله ازاي في فيديو آخر إن شاء الله، عشان ما أطولش على حضراتكم. ولو في أي سؤال أتمنى إنه يترك في التعليقات وإن شاء الله سأجيب عليه. ما تنسوش تشتركوا في القناة. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.